اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وبيوم جديد ومن قناة إبداعات مختلفة، واليوم ويانا طبخة جديدة وحبيت أشاركها وياكم إذا حبيتوا تجربونها. عندنا هنا كيلو من اللوبيا الحمراء، وهسه عندنا الدنيا الليل. طبعا راح أغسلها غسل تمام وأنقعها للصبح وأسوي لهم ويا ريوق. مقاديرها مثل ما تشوفون جدا بسيطة، وطعمها كلش طيب وتفاصيلها كلش حلوة. هسه وياي نروح نغسلها غسل تمام وننقعها للصبح ونراويكم كل تفاصيلها، وإن شاء الله يكون فيديو اليوم خفيف وظريف عليكم حبايبي. طبعا هنا مثل ما تشوفون كلش هي نظيفة، بس هي تخاف غبار، تخاف شي حتى يتنظف، او اذا بيها غبرة تطوف فغسلتها. هنا هذا الثوم الثالث راح اغسلها وانقعها. انا حبايبي مثل ما تشوفون المي كلش اصبح صافي. هسه راح احط لها مقدار من المي اللي يغطيها وانقعها للصبح، والصبح هم اغسلها فومه وابلش اسلقها، اضيف لها مي جديد واسلقها. طبعا راح اراويكم كل التفاصيل واشاركها وياكم. هنا هذا المي كافي. هنا هذا المي اللي غطيتها بيه كلش كافي. هسه راح ننقعها للصبح. صباح الخير حبايبي. هنا أنا راح اغسل اللوبيا فومين واحطها على النار. حبايبي جهزت عندي اللوبيا، ومثل ما شفتوا التوابل اللي ضفتها إلها مكعبات ماجي 4، وعندي بهاراتي من الدوم الحارة وفلفل أسود فقط. هذه التوابل اللي ضفتها إلها، وهسه راح أطفي تحتها وأراويكم كل التفاصيل. DJ Ami.